بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. تسوية الصفوف أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه وندب إليه في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ونحن طلب منا أن نقيم الصلاة، وتسوية الصفوف من إقامتها. ومنها ما رواه الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ومنها ما رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا ويقول، منكب هو هذا، فيستووا في الصف كان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبهم بيده لئلا يكون منكب أمام منكب أو منكب وراء منكب، حتى تكون المناكب يحاذي بعضها بعضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنها ما رواه الإمام أحمد ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم. حاذوا بينها، سووها، هو القضية، كان يمسح بين مناكبنا. وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم، أو ولينوا بأيدي إخوانكم، كونوا هينين لينين. إذا أخوك أخذ بيدك ليقدمك حتى تستوي في الصف أو ليؤخرك لتستوي في الصف، فكن هينا لينا. ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف. الحذف الخراف الصغيرة، هذه الضأن الصغير، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشيطان يدخل بين الصفوف بمنزلة هذا الحذف. ومن الأحاديث كذلك ما رواه مسلم عن جابر بن سامورة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والمعنى في هذا المعنى كثير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي للمصلين أن يعتنوا بإقامة الصفوف، وينبغي لمن أما الناس أن يعتني بأن يقيم الناس الصفوف، لأن هذا من جملة ما تقدمهم لأجله. نعم. تسوية الصفوف هي عند جمهور الفقهاء من المستحبات، وهذا القول عندي فيه نظر. لماذا؟ لأن الظاهر من الأحاديث التي ذكرت لكم وجوب تسوية الصفوف لا استحبابها، لأنها كلها جاءت بلفظ الأمر: صووا صفوفكم، أقيموا الصف، اعدلوا الصف. ومنها ما جاء فيه المضارع مقترنا بلام الأمر ولام التوكيد،
ونون التوكيد، لا تسون صفوفكم، يعني لا خيار لك، سوي صفك، ما لك خيار إلا هذا. ومنها ما اقترن بلفظ الوعيد أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهل يتوعد على ترك المستحب؟ لا يتوعد على ترك المستحب، ولذلك قلنا الظاهر أن تسوية الصفوف واجبة غير مستحبة. وبالغ الظاهرية رحمهم الله فقالوا من لم يسوي الصف صلاته باطلة، فجعلوه واجبا، بل جعلوه شرطا في صحة الصلاة، وهذا لا تسعف فيه الأحاديث، والله أعلم. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. نافع لم يدرك عمر بن الخطاب، فهذا إسناد منقطع، لأن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن رواه عبد الرزاق بسند موصول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر لا يكبر حتى تستوي الصفوف، يوكل بذلك رجالا. وهؤلاء الرجال الذين صرح بهم نافع في رواية عبد الرزاق هم المطوي ذكرهم هنا، لأنه قال بعد ذلك: فإذا جاءوه. من الذي جاءه؟ الرجال الذين وكلهم بتسوية الصفوف. وهذا مما ذكرنا، أن الإمام ينبغي له أن يعني إذا كان له من الهيبة عند المصلين ما يسمح له بأن يوكل رجالا يسوون الصفوف فليفعل، حتى لا يكبر إلا وصفوف من خلفه مستوية. فإن كان هيبة من ورائه أعظم من هيبته، فلينظر يدير شي طريقة لتستوي الصفوف. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف، ثم كبر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل. ما اسم أبي سهيل؟ نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإمام مالك رحمه الله، وأحد ثقات المدينة، وهو تابعي صغير، وكان مشهورا بالتحديث وبإقراء القرآن. كان القرآن في عصره يؤخذ في المدينة عن رجلين، عنه وعن أبي جعفر القاري. هذا أبو جعفر أحد العشرة، وتقدمت لنا ترجمته، من رجال الموطأ أيضا. وكان يكتب المصاحف رحمه الله. نعم. عن أبيه. أبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي. ماذا يقرب للإمام مالك؟ مالك يروي عن عمه عن أبيه. أبو عمه هو مازال ما تقولها تقليدا، تقولونها تقليدا. من أبو عمك؟ الله أعلم، ما عنديش عمي. ما عنديش. أبو عمك جدك؟ أيوة، هو جد مالك عن جده مالك بن أبي عامر الأصبحي التابعي الكبير. كان أيضا ممن يكتب المصاحف، فلذلك لا غرو أن يكتب ابنه أيضا المصاحف. ففي كثير من الأسر يتسلسل فيها العلم، إما بالقرآن وإما بالفقه وإما باللغة إلى آخره، فهذا كان يتسلسل فيهم العلم بالقرآن والحديث. وكان مالك هذا أحد أصحاب عمر بن الخطاب، ثم كان بعد ذلك أحد أصحاب عثمان بن عفان، وهو أحد النفر الذين جاءوا ليلا بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فأخذوا جثته فدفنوها. نعم. أنه قال:
كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي. فقامت الصلاة، أقيمت الصلاة وهو يكلمه في أن يفرض له، أي يجعل له في بيت المال نصيبا، هذا معنى الفرض. نعم. فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. كما كان يصنع عمر رضي الله عنه، كان يوكل رجالا فلا يكبر حتى يأتيه أولئك الرجال ليخبروه أن الصفوف قد استوت فيكبر. وهكذا يصنع عثمان رضي الله عنه، فلم يكبر حتى جاءه أولئك الرجال الذين وكلهم بذلك فأخبروه أن الصفوف قد استوت. وهذا الذي نقول ينبغي على الأئمة أن يسلكوه. الإمام مسؤول عن صلاة من خلفه، ومن جملة صلاتهم، لأن من إقامة الصلاة أن يسوي من خلفه صفوفهم، هو مسؤول عن ذلك. فينبغي، وليس القضية عنده أن يقول استووا ويلتفت، فهذا لا يسقط عنه مؤونة ذلك، بل ينبغي أن يحضهم على أن يسووا صفوفهم. من الغريب ما حكاه ابن حبيب هذا العالم المالكي المشهور، قال كان أمير المدينة قد وكل رجالا بتسوية الصفوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رأوه دون الصف وهو قادر أن يدخل فيه ذهبوا به بعد الصلاة إلى السجن، مشوا به الحبس، يصلي يمشي للحبس. لماذا؟ لإساءة تسوية الصفوف. أنتم رأيتم مالك بن أبي عامر كان يحدث عثمان متى؟ بعد أن أقيمت الصلاة، قال أقيمت الصلاة وأنا أحدث عثمان أن يفرض لي. ثم قال عثمان بعد أن استوت الصفوف، بعد أن جاءه أولئك الموكلون بأن الصفوف قد سويت، قال لمالك بن أبي عامر استوي في الصف. هذا الكلام كله متى كان؟ كان بعد أن أقيمت الصلاة إلى أن وقبل أن يكبر للإحرام. وطبعا احنا عندما نقول لماذا الفقهاء يقولون إن الإمام ينبغي أن يأمر الناس بتسوية الصفوف قبل أن يكبر، حتى وينبغي أن ينتظرهم. نقول الفقهاء يقولون ينبغي للإمام أن ينتظر الناس إذا أقيمت الصلاة، أن ينتظر ريثما تستوي الصفوف. لماذا؟ حتى إذا كبر تكون الصفوف مسواة، فلا يشتغلون بشيء بعد تكبير إمامهم إلا أن يكبروهم لتحصل تلك المتابعة. أما إذا أقيمت الصلاة وكبر هو واشتغلهم بتسوية الصفوف، متى يكبرون الإحرام؟ فيقع هذا التفاوت بين تكبير إمامهم وتكبيرهم. وقلنا إن هذا الكلام كله كان في ذلك الوقت فيما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وهذا فيه دليل الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة الذين يرون أن الكلام في هذا الوقت جائز غير مكروه. ويخالف في ذلك الحنفية رحمة الله على الجميع، فيقولون الكلام فيما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام مكروه. وهذا الحديث وهذا الأثر يدل للجمهور، بل يدل للجمهور ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى به. وهذا نص هذا أنه لا كراهة، لكن اعلموا أن الجمهور الذين يقولون بأنه يباح من غير كراهة أن يتكلم الإنسان بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام، فمع ذلك يستحبون أن تكون الإقامة متصلة بتكبيرة الإحرام. طبعا يستثنى من هذا الإمام ينتظر قليلا لتسوية الصفوف. وبعد ذلك فالمستحب عندهم ألا يفصل شيء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. ولذلك يقول الشاب وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة. مفردة الألفاظ مفردة غير مثناه كالأذان، الأذان مثنى. معربة
غير مبنية الأواخر، يعني يستحبون أن تكون الإقامة لا تكون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كما يفعل الآن. أشهد أن عندما يفعل هذا إنسان تعلم أنه لم يعرج على باب الإقامة في فقه المالكية، لأن هذا شيء أدركنا عليه عوام الناس ممن كانوا يجلسون في مجالس الفقه. أنا أذكر جدي رحمة الله عليه كان إذا أقام الصلاة وكان شيخا كبيرا وليس له النفس الذي يستمر معه في إقامة الصلاة كلها، كان يعربها وإن وقف على أواخر الكلمات، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو مراد المالكية بقوله معربة، فتقول الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلى آخره، مفردة معربة متصلة بالصلاة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري نزيل مكة المعلم، أحد الضعفاء باتفاق. قال مسلم في مقدمة صحيحه: قال معمر: ما سمعت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم بن أبي المخارق. الغيبة هنا ليس المراد بها الغيبة المعتادة عند الناس، إنما المراد بها الكلام، هذا الجرح المعهود عند أئمة الحديث. قال: ما سمعت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني بن أبي المخارق، فإني سمعته يقول، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة، وهو لم يسمع. قال يسأل أيوب عنه، فلما أخبره به وذهب يرويه قال سمعت عكرمة، والثقة لا يفعل هذا أبدا. وقال الإمام أحمد: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية نزل مكة وكان يعلم بها، ليس بشيء شبه المتروك. وقال يحيى بن معين: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عنه فقال ضعيف. وقال وسئل عنه أبو زرعة الرازي فقال لين. وقال خالد الحذاء: كان عبد الكريم إذا سافر يقول أبو العالية: اللهم لا ترد علينا صاحب الأكسية، ذهبت به ذهب به لا ترده علينا. وقال ابن حبان: كان عبد الكريم كثير الغلط كثير الوهم فاحش الغلط، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال الدارقطني والنسائي: متروك. وقال الباجي: ما قالوه فيه صحيح، لا اختلاف فيه بين أهل الحديث. وقال ابن عبد البر: مجمعون على تضعيفه. ومات رحمه الله سنة 26 وقيل سنة 27 و100. الآن هذه مشكلة كبيرة. هذه مالك يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد سمعتم ما قال فيه الناس، لا خلاف عندهم في هذا، أن عبد الكريم هذا ضعيف. رواية مالك عنه تحدث لنا إشكالا. لماذا؟ لأن منهج مالك في الرواية عن الرجال معروف مشهور أنه لا يروي إلا عن ثقة، فكيف يروي عن عبد الكريم بن المخارق؟ مالك لا يروي إلا عن ثقة. قال مسلم في رواية في مقدمة صحيحه عن بشر بن عمر قال: سألت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألته عن هؤلاء الخمسة
فقال ليسوا بثقات. هؤلاء الخمسة لا يعني من تقدم ذكرهم، فأولئك ثلاثة لكنهم خمسة آخرون. قال وسألته عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقات. وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال مالك رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. قال الذهبي فهذا الكلام من مالك يعطيك أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. وقال مرة أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح ما أخذت عن أحد منهم شيئا. قيل له ولم يا أبا عبد الله؟ قال كانوا لا يعرفون ما يحدثون. وقال مرة أدركت 70 رجلا ممن يحدث يقول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كبار التابعين ممن ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد. قال أدركت 70 ممن يحدث يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أخذت عن أحد منهم شيئا، ولو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا. ما يأخذ منه شيئا، لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال وجاءنا الزهري فكنا نزدحم على بابه. لماذا؟ لأنه من أهل هذا الشأن. وقال مرة لقد كان يجلس الرجل يحدث اليوم كله ما نكتب عنه شيئا، النهار كامل هو يحدث ويقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. قال وما نكتب عنه شيئا وما بنا أن نتهمه، يعني لسنا نتهمه، ما بنا أن نتهمه إلا أنه لم يكن من أهل هذا الشأن. هذا الذي زعمه مالك لنفسه وادعاه لنفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، شهد له به غيره فخرج عن طور الدعوة إلى طور الحقيقة المسلمة. شهد له به. قال سفيان بن عيينة رحمه الله رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاد مالك للرجال، يعني يمرهم من خرم إبرة. وقال مرة من نحن عند مالك؟ إنما نتبع آثار مالك، ننظر الشيخ فإن وجدنا مالكا كتب عنه وإلا تركناه. بل كانت طائفة من أهل الحديث يوثقون الراوي لأجل أن مالكا روى عنه. قال أبو زرعة الرازي لولا أن مالكا روى عن داود بن الحصين لترك حديثه. داود الحصين روايته في الموطأ. قال أبو زرعة لولا أن مالكا روى عنه لم يروي عنه أحد، فلما روى عنه مالك كان هذا توثيقا له. وقال أبو سعيد بن الأعرابي كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل غير مرة عن رجل فيقول ثقة روى عنه مالك. ثقة لماذا هو ثقة؟ روى عنه مالك. ولذلك قال النسائي كلمة مشهورة قوية عظيمة جليلة، قال أمناء الله على عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. والثوري إمام إلا أنه يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروي عن الضعفاء. وما عندي أحد بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أجل منه ولا آمن على الحديث منه، ثم شعبة بن الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان. إذا كان هذا الشأن ما سمعتم. وشرط مالك دقيق هذه الدقة، وشهد له به غيره، فكيف يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وقد أجمعوا على ضعفه؟ كيف توجيه هذا؟ توجيهه أن عبد الكريم هذا رجل بصري عراقي، فليس مدنيا بل ليس حجازيا أصلا، هو رجل بصري ثم جاء مكة
فنزل بها، وكان له سمت حسن، وكان يعلم الصبيان، كان يعلمهم القرآن، فغر مالكا حسن سمته ولم يكن من بلده فيعرفه فروى عنه. واضح. ولذلك قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي: إنما يعتبر بمالك في رجال أهل بلده، أما في الغرباء فليس يحتج به فيه. إذا قال فلان أو روى عن فلان إذا كان بلديه قطعت جهيزة قول كل خطيب، ولكن الغرباء فليس يحتج بكلام مالك فيه. وذلك قال أيضا: هذا مالك رجل كل شيء. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: مالك متشدد في رجال أهل بلده جدا، فإن تساهل فإنما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم. وهذا من هذا. نعم. على كل حال، هذا طبعا إذا كان السند في هذا الرجل فهو سند ضعيف. زيد على ذلك أنه يقول ما كاينش الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه ينشئه من عنده. لكن هذا المتن، هذه 3 أحاديث صحيحة. نحن هذا كله الذي ذكرناه إنما هو ذكرناه مما يرجع إلى السند، والمتون التي رويت هذه المتون قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. عندكم في الموطأ إذا لم تستحي. رواية البخاري في النسخة اليونانية، وهي أوثق وأصح يعني أضبط نسخة من نسخ البخاري، هذه اليونانية. اللفظ الحديث فيها إن لم تستحي، على خلاف القياس. القياس إما أن يقال إن لم تستحي، أو يقال إن لم تستحيي. إن لم تستحي الفعل ما الفعل؟ استحى يستحي، لم يستحي، تحذيف حرف العلة وآخر الفعل يكون حاء. إن لم تستحي. أو إن لم تستحيي، ما الفعل؟ استحيا، وهذا أفصح وأعلى، وبه جاءت لغة القرآن: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. إن لم تستحيي، لأن الاستحياء مضارعه يستحيي، فيحذف حرف العلة في الأخير للجزم، فيقال لم يستحيي. اليونانية فيها لم يستحي، فهذا يكون هذا على خلاف قياس، فيكون توجيهه كتوجيه قراءة قنبل: إنه من يتقي ويصبر، كما في قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي. وهذا قد تقدم لنا توجيهه مرارا فلا معنى لإعادته الآن. نعم. عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. من كلام النبوة أي من الكلام الذي أدركه الناس وبقي على ألسنتهم من النبوة، أي من الأنبياء جميعا، لأن هذا الكلام جاء في أول شريعة جاءت للأرض وبقي فيها. ويؤيد هذا رواية عند البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وذلك قول الشيخ الزرقاني هنا في شرح الموطأ: ليس في البخاري لفظة الأولى. الزرقاني رحمه الله يقول: البخاري لم يقل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. لفظ البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد غلط رحمه الله، فإن البخاري روى اللفظين معا، روى اللفظ مما أدرك الناس من كلام النبوة، وروى اللفظ الآخر في كتاب الأدب باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. فأدركوه من كلام النبوة الأولى الذي تبعت النبوة الأولى عليه كل النبوات.
نعم، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فافعل ما شئت في رواية الموطأ، أو فاصنع ما شئت في رواية البخاري. هذا فعل أمر، فعل ما شئت فعل أمر. لكنهم أجمعوا على أنه لا يراد به ظاهره، أجمعوا على أن هذا الفعل هنا لا يراد به الوجوب، فعل ما شئت، ويوجب الله تعالى عليك أو الرسول صلى الله عليه وسلم عليك أن تفعل ما شئت. لا، هذا إجماع على أنه ليس على ظاهره. فاختلفوا ما الذي يراد به في فعل ما شئت، ما الذي يراد به؟ اختلفوا فيه على وجوه أشهرها وجهان اثنان. إذا إن لم تستحي فعل ما شئت، يعني إذا كنت ممن يفعل أفعالا لا يستحيا منها، فعلوا أفعالا لا يستحيا منها، فافعل منها ما شئت، لأن أهل الصلاح وأهل الخير لا يرتدعون إلا مما يستحيا منه. فإن كنت تفعل ما لا يستحيا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه، إن تفعل أفعال لا يعتذر من مثلها ولا يستحيا من مثلها، فما الذي يحبسك؟ افعل منها ما شئت. فيكون افعل هنا أمرا يراد به الإباحة، يباح لك أن تفعل ما شئت من هذه الأفعال التي لا يستحيا من مثلها. وقد يجيء الأمر مرادا به الإباحة، كما في قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا في الأمر هذا. لو أن إنسانا صلى الجمعة وقال: أنا أمكث في المسجد حتى يصلي العصر، ماذا نقول له؟ أسأت؟ أثمت؟ لا، لأن فانتشروا يراد به الإباحة. قال ربنا: لا تحلوا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. إذا كنت محرما لا يحل لك الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا. يجب كل من حل ونزع إحرامه وحلق رأسه يذهب يأخذ بندقية يذهب للصيد. هذا أمر يراد به الإباحة. أو يكون للكلام وجه آخر: إذا لم تستحي اصنع ما شئت، إن لم يكن لك حياء يحجزك عن القبائح ويكفك عن الفضائح فعل ما شئت، لا وازع لك، لا كاف لك، لا مانع لك، افعل ما شئت من صغائر وكبائر. وهذا يكون فافعل ما شئت، هذا إباحة، يكون توبيخا، هذا يكون أمرا مرادا به التوبيخ. عندما تقول مثلا ابنك تأمره بأن يحفظ شيئا من القرآن، ثم ذهبت وقلت له قبل أن تذهب: عندما أعود سأرى كذا، فأنت ذهبت وأمه أم الصغير تراه يلعب ولا يحفظ، فتقول له: فعل ما شئت، سيأتي، افعل ما شئت. ما هذا؟ توبيخ وتهديد، افعل ما شئت، جاي. وفي هذا ما رواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير، ليشقصها اللي يفصلها، ليسلخها ويفصلها يقادها. إذا باع الخمر يذبح الخنزير تا هو ويفصله ويسلخه ويفصله. هل هذا أمر بتفصيل الخنازير وتشقيصها؟ هذا توبيخ على بيع الخمر. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حالة شاء، يهوديا أو نصرانيا. هذا منه أيضا. ما هذا؟ توبيخ لمن كان موسرا ومات من غير أن يحج. نعم. وهذا المعنى أظهر، هذا المعنى في الحديث أظهر من الأول، وأنه توبيخ على من ترك الحياء الذي ينبغي أن يكون له لينكف به عما يسخط الله وما يغضبه. فمن لم يكن له حياء فليفعل ما شاء على سبيل التوبيخ، يوبخ على ترك شيء أحبه الشارع وأمر به ودعا إليه وندب إليه وأثنى على صاحبه. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وروى الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة، وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء. هذا فحش المنطق وسفه المنطق. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وروى الطبراني عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقيل: يا رسول الله، هل هو من الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. وروى مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. وقال أبو دلف العجلي: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وقال أبو تمام: إذا لم تخش عاقبة الليالي إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وقال آخر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا، مغسول كما تنقول احنا مغسول، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ورب دنية قد حال بيني ورب دنية ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وقال أحد الحكماء: إلى متى لا تستحيون من طول ما لا تستحيون. وقال رجل: وليس بمنسوب إلى الفضل وإلى العلم والنهى، فتى لا ترى فيه خلائق أربع، فأولها تقوى الإله الذي به ينال جسيم الخير والفضل أجمع، وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع، وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع، ورابعة جود بما في يمينه إذا نابه الأمر الذي ليس يدفع. من الطرائف التي في القرآن ويتحدث عنها من علماء القرآن أهل الوقف والابتداء مما هو مرتبط بالحياء. لما هذيك ما تخسر لنا التعاويذ. لما سقى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. في هذه الآية تقفون في موضعين: الوقف الذي تعرفونه مشهور: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا. تمشي على استحياء. وقف آخر: فجاءت إحداهما تمشي
على استحياء قالت إن أبي يدعوك، فيكون الحياء في مشيتها ويكون الحياء في تكلمها. وهذا حسن جميل. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.